اللي عنده مواقف سياسية خربانة تعبانة للبيع. لا تحكيه بالسياسة بالسوق وتعمل ناسي، حتى تطلع براسي بالآخر بطلع غلطان. يا مواطن اهدى وشوف، هاي القصة عالمكشوف، احنا ما بنحسب ألوف، مسؤولك هو الغلبان. خربانة للبيع. بلا حاكي وبلا تبرير، ما تعمل فيها أمير. بلا حاكي وبلا تبرير، ما تعمل فيها أمير. انت نفسك مليونير وبتحكي بكرش شبعان. ول يحسدني غيرك هضل، انا للدولة البطل، حميتك من الخذلان. تحميني ولا احميك، ما بعرف شو اللي بيرضيك. تحميني ولا احميك، ما بعرف شو اللي بيرضيك. انت عايش فيها البيك وانا عايش فيها جوعان. اسمع انت وهي وهو، انا للوطن ام وابو، وبافعالكم بتخربوه وبتقضوا على كل البنيان. والله لهريكم. اسكت يا لئيم، لهيك الوطن يتيم. اسكت يا لئيم، لهيك الوطن يتيم. رمتونا بالجحيم وبتحكوا بحب الأوطان. التقليصات اللي تعرضت لها الأونروا وقيام أمريكا بقطع المساعدات عنها هو تجاهل كامل لقرارات الشرعية الدولية اللي على أساسها تم إنشاء الأونروا. بعدين استغلال أمريكا إنها هي أكثر الداعمين للأونروا واضح إنها ورقة سياسية بامتياز وتصرف مش مزبوط. هاي لا هي صدقة ولا إحسان على الفلسطيني، هاي تنفيذ لقرارات دولية، خصوصا قرار 194. كلامك صحيح عمي بكر، وعلى العين والراس. أمريكا عمرها ما كانت شريك نزيه للسلام، وجماعتنا اللهان كان لازم يوعوا لهي الشغلة. عم أبو هلال، أمريكا بعمرها ما راعت قرارات الشرعية الدولية، لا هي ولا إسرائيل، خصوصا بالقضايا الحساسة مثل القدس وعودة اللاجئين وحقوقهم. وقيادتنا فاهمة هالشي، بس عنا مثل اللي بقول لاحق هالعيار لباب الدار. أني دار يا عمي بكر، أني دار. ما هم بيأكلوا الأخضر واليابس، واللي قاعد بيصير بفاكر في مشكلة المخيمات اللي في الضفة وغزة، والمخيمات اللي في الدول اللي حوالينا زي الأردن ولبنان وغيراته. مزبوط كلامك. لهيك هم قبل ما يتصرفوا أي تصرف بمهدوله بالأول، ونتنياهو بلش تحريضاته وتصريحاته ضد الأونروا إنه الأونروا بتهدد دولة إسرائيل. أي من وين لوين هالحكي؟ الله لا يبارك لك يا ترامب، زلمة خالص ولا حبة. تعرف يا خليل، رحم الله الإمام الشافعي حين قال: ما حاججت عالما إلا غلبته، وما حاججت جاهلا إلا غلبني. الله عليك، سلم تمك، صاير تقرأ من وراي، بس فهمني شو قصدك؟ قصدي إنه ترامب عماله بلف حوالينا زي ما بتلف الحية. هذا الزلمة مجنون طائع فائع فيش براسه ولا حبة. قسما بالله بقراراته المجنونة هذه غير يدمر الدنيا. انت بتفكر المشكلة في ترامب ولا بالسياسة الأمريكية؟ مهم كل الرؤساء الأمريكان ماشيين على نفس السياسة وعندهم نفس المبدأ، بس كل واحد بيلعب فينا الدحلة وبتكتك علينا التكتك.
بس احنا صاحين لهم. ناصر ابن خالي حكالي انه القيادة هالمرة مش راح ترضخ لأي ابتزاز من الامريكان ولا من اسرائيل، وحكالي كمان انه الرئيس السعان ثابت على الثوابت. يا سيدي لا الرئيس ولا الحكومة ما راح يطلع في ايدهم اشي، هذه سياسة، احنا مش قد امريكا. انت واحد جبان خويف، ليكون بتفكر الرئيس ولد صغير بفهمش، ولك هذا زلمة سياسي محنك قسما بالله العظيم، غير يفضحهم عند الاتحاد الاوروبي فضيحة اللحمة في السوق وكل شيء راح يتغير. هيك ناصر حكالي. لا ناصر ولا غيره، بدركش تحكي لي ناصر، اللي بدهم اياه رايحين يمرقوه، حتى صفقة القرن رايحين يمرقوها زي ما مرقوا غيراتها. يا عمي هدول الجماعة بخططوا لبعيد، بخططوا مش زينا. انت مش فاهم، ولك ناصر حكالي هديك اليوم. لا تقول لي ناصر ولا عبد الصمد، احنا فهمنا بالسياسة على قد الحال، سكر خفيف. هاتوا اياها سكر خفيف. قولي لي يا ام سمير، انت إلك ولاد او قرايب بامريكا؟ ليش بتسألي يا ست ختام؟ لانه هذا دواء امريكي. من جاب لك اياه؟ هذا من جارتنا، ابنها عايش هناك وانا وصيتها عليه. قال بقولوا كل شي بتعمله امريكا مفعوله قوي ومنيح. بهاي معك حق، مش بس بالادويه، كل اشي، حتى قراراتها ومخططاتها مفعولها قوي. الله ينكبهم ان شاء الله، شو شاطرين. ما قلتي لي عندك مثله؟ لا انا ما بتعامل مع هاي الشركات، بس في دواء بديل لشركه محليه ببيرزيت نفس المفعول وسعره معقول. يعني على ضمانتك منيح ومفعوله قوي. ام سمير هلا انت بتثقي بالامريكان، بتثقيش بختام؟ لا يا ست ختام، ما انت عارفه الروماتيزم هدني. الله يهده هد للروماتيزم ويهد اللي في بالي. يا اخي ليش بضلك ساكت؟ نفسي مره بس تفشل واللي بشي نقاش. شو بدك احكي؟ ما انتوا خلصتوا كل الحكي. بعدين الموضوع انا اللي بفهمش فيه، بحبش احكي فيه. بفضل بس اسمع له. عاد اللي بيشوفك فكرك فهمان، بس شو الواحد بده يحكي؟ اللي ما ياخذ عقلك يتهنى. بكر، ما تضلكش تحكي لي انه اللي ماخذ عقلك ماخذ عقلك. خلي كل واحد هو تخصصه. انا بحبك، والمشكله مش فينا، المشكله فيكم انتوا الصحفيه اللي بضلكم قر 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 قر، وانا بحبش اضلني قر 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 قر. اهلا وسهلا بالشباب، نورت القهوه. تفضلوا خالي، تفضلوا اسقيكم كاسه شاي فنجان قهوه. تعال. حيا الله عم فيروز. تسلم. السلامات. حيا الله. كنت بدي اياك بكلمتين يا خالي. مرني عمي. فيروز الله يرضى عليك بدنا ندبرها، حطوها عندكم في هالتلفزيون، يعني بتتدرب خلال فتره الدراسه وبتتقوى. تكرم عيونك عمي، 1000 طلب مثل هالطلب، بس انت خليها تمر عندي على المكتب وانا بتوصى فيها. الله يرضى عليك، اصيل اصيل يا بكر. خلص ان شاء الله هاليومين بحكي لها وبرد لك خبر. ولا يهم. طب تفضلوا اشربوا قهوه شاي. خليها الليله ان شاء الله بالمر. يلا الله السلام معك. عليكم. سلامات عمي. سلامات عمي. سلم يا خالي سلم. سلطان. جميل، تعال شوف. شو صاير معك؟ ليش لونك مخطوف؟ عن جد؟ يعني أنا مبين علي هيك؟ ولك شو في احكي؟ شو صاير معك؟ حدا لاحقك؟ إيه لا بس بدي مي عطشان. امسك، هاي أحلى شربة مي. ولك احكي، شو صاير معك؟ شو في؟ رحت أنا وجمال على أرض أبو بشار عشان نلقي التين، وأنت عارف أبو بشار، فأنا روحت وجمال ضل هناك. وليش تركته؟ ليش ما ضليتك معه؟ خفت يجي علينا أبو بشار، وجمال أصر إنه يضل هناك. يلا بخاطر. من وجهك كذاب، الله يستر شو في وراك. ختام معها حق، احنا مش بس لازم نقاطع اسرائيل، لازم نعمل حملة ضد امريكا برضو. انا كل اللي بدي اياه يا خالتي دواء منيح ارتاح عليه، لا اكثر ولا اقل.
أكيد يا خالته، وإحنا أكيد بتهمنا صحتك، بس برضه ما لازم نفصل حالنا عن اللي بصير. وأمريكا كل اللي بتعمله هدفها تخدع الشعوب. الله يقطع أمريكا وسيرتها. بتفكريني بعرفش بالأخبار واللي بتعمله؟ أي أنا إلي أخت بمخيم بلاطة ساكنة، قطعوا عليها التحويل الطبية ولهسه ما هي عارفة شو بدها تعمل. وأنا هذا اللي بحكي فيه، مش لازم نحصر اهتمامنا بالناس اللي عندها مشاكل، لأنه إحنا همنا وقضيتنا وحدة. يعني مش حلوة تكوني جارتنا بالسوق وما نجي نبارك لك بالصيدلية؟ تسلمي يا رب. تفضل. أنا صحيح ما بعرفك، بس صدقاً تشرفت بمعرفتك. أنا أساساً من طول كرم، بس زي ما بحكي المثل محل ما بترزق إلزك. إحنا كتير كنا نسمع باسمك ونسمع إنه هذا المحل لإلك، كتير انبسطنا برجعتك. شفتي غالب شو عمل؟ كان رح يورطنا ويأجر المحل أبو الرائد ويستغل عدم وجودي. حبيبتي خديها قاعدة، أسوأ 2 بالسوق غالب وأبو الرائد. يا ساتر يا رب، خير شو صير لك؟ ولك جمال، شو اللي مسوي فيك هيك؟ والله اللي بشوفك بفكرك نازح من وحدة من هالحروب. كله من جميل، الله لا يوفقه. جميل؟ وليش ما تحكي انت اللي بدك تضلك تسرق تين من ارض ابو بشار؟ ما القصة مش هيك، بكى رافع لي الشبك واحنا نطلع من الارض، ولما اجى ابو بشار الجبان فلت الشبك وكى علي، واجوا ليته سحبوني وطعموني كتلي. يا ريتها كانت إلك وإله، تستاهلوا، الله لا يكيمكم. استنى هلا بعطيك علاج مناسب سيكي منه، الله لا يكيمك. يا ساتر، خير إن شاء الله. كل هالظروف اللي إحنا عايشينها والسياسات الأمريكية اللي خانقتنا، بكرة جاي وفد يزور البلد. طيب وين المشكلة؟ ما هو كل يوم في وفود. غلط هالحكي، غلط. إحنا أطلقنا هاشتاج لا لزيارة الوفد، وبكرة نازلين مظاهرات، بدنا نحتج على قطع المساعدات ورفض صفقة القرن. ولازم يفهموا الأمريكان اللي نازلين يحكوا عن السلام إنهم أكبر أعداء السلام. طيب وعفواً، أنا شو مطلوب مني؟ بدي إياك تنزل تلف معي بالسوق، بدنا نفهم الناس أهمية هذا الاحتجاج وإنه الكل لازم يشارك. أوكي، نو بروبلم. أي والله وجهك ولا وجه القمر. وين يا ابن خالي؟ لا حس ولا خبر. والله نورت. تفضل يا خليل. وين باقي؟ ما انت عارف الوضع، انا طبيعة شغلي معقد كثير، وخصوصا السياسي بنحذرش عليها. والله احنا معجوكين هاليومين، في وفد امريكي بده يزور المنطقة، يعني بدنا نلحق نجهز الترتيبات. بس بعد اذنك، يعني انا كنت فاهم انه القيادة ماخذة موقف من امريكا ومبطلة تعتبرها راعي للسلام، فكيف يعني؟ انا مش فاهم. مزبوط، والرئيس موقفه واضح، كل من يمس ثوابتنا الوطنية لن تقبل القيادة منه حتى الكلام. بس برضه يعني لو سمحت، أنا يعني ليش أنتوا بدكم تستقبلوا الوفد الأمريكي؟ يا حبيبي، إحنا رافضين لكل السياسة الأمريكية، وخصوصا سياسة الإملاءات من خلال إلغاء جميع الاتفاقيات المتفق عليها. ولمعلوماتكم، الرئيس ثابت على كل الثوابت رغم عمليات الابتزاز اللي بتتعرض لها القيادة. ولا يعني بس يعني لو سمحت لي، يعني بس انا بدي استفسر منك سؤال واحد يعني كمان، انه طب انتوا ليش مضطرين يعني تستقبلوهم للوفد الامريكي؟ يا عمي هاي سياسي، واستقبال الوفد هذا شغل يعني من البروتوكول المعتاد ليس الا. ولمعلوماتك، القيادة حتى ما تؤكدت لا نقاش مع الوفد الامريكي لانه اصبح عنصر غير فعال في عملية السلام. ولا مالك انت؟ مالك يا خليل؟ انا مش قلت لك انه ناصر ابن خالي حكالي انه الرئيس ثابت على موقفه؟ قلت له قلتش؟ برضه مش فاهم.
الحقني يا عم ابو هلال، الحقني. ولك انت مفكر انك رابط عند ابو هلال؟ يعني انا فديت منها؟ اي والله لو ارجيك. ولك مالك يا جمال؟ عيب عليكم، ولكم انتوا اصحاب. اي هو خلى فيها اصحاب. انا قررت اقطع جميع علاقاتي الدبلوماسيه معاه لهالجبان، لانه كل اللي انا فيه بسببه. تركني في الميدان اواجه مصيري لوحدي. وانا شو دخلني؟ اذا انت حمار انا شو دخلني؟ يعني لازم اضلني معك عشان يجي ابو بشار يضربنا احنا اثنين؟ لا يا حبيبي. ولك مش انا بيني وبينك اتفاقيات ومعاهدات دفاع مشترك، على الحلو وعلى المره، ولا الحلو إلك والمره إلي؟ افهم من الحكي انه ابو بشار اللي عمل فيك هيك؟ لا يا عمي، اولاده لابو بشار. بس على علم انه اولاد ابو بشار شباب كويسين ومش تبعين مشاكل. ما هو هذا الجبان الواطي رحت انا وياه نسرق كثير من عند ابو بشار. لا يا حبيبي انا شو دخلني؟ انت اللي رحت تسرقتين. ولك انت اللي رحت تسرقتين وانا رحت معك. لا انت اللي رحت تسرقتين. لا انت اللي سرقت. لا انت اللي رحت تسرقتين. انت اللي رحت تسرقتين. هو اللي راح يسرقتين. انت اللي رحت تسرقتين. لا يا حبيبي انت اللي رحت. ولك انت اللي سرقت. لا انت اللي رحت. انت اللي سرقت. لا انت اللي رحت تسرقين. انت اللي سرقت. انت اللي رحت. والله لا لعن ابو اللي نقض. والله لا تشتري عظامك، انت اللي رحت تسرق. لا لزيارة الوفد الأمريكي، نعم لسلام يحفظ كرامة الجميع. حلو. شو أبو السيم كيف تحضيرات؟ ممتازة جدا، زي ما انت شايف حضرنا كل اللافتات اللي بتخص الاحتجاج وكتبنا ورقة بكل مطالبنا. ممتاز كثير، معناته بتحضر لي حالك في حال وصل الإعلام عشان تطلع تحكي على الفعالية هاي. لا الله يرضى عليك، دشرني من كل هالشغلة، لا بحب اطلع على الشاشات ولا بحب الكاميرات، خليها لناسها. زي ما بدك، معناته بختار لي كم واحد من السوق أنا. شو بلزمنا كمان جمل ولا هيك تمام؟ لا أتوقع هيك تمام. ممتاز. يعني مش عارف شو بدي احكي لكم، لكن انتم يعني بلا مستحى منكم، انا مش حاسس انه هذه الاضرابات والاحتجاجات بتجيب فايده، شيء يعني كان يعني مش عارف، انا مش مآمن في هالشغله كلها. ليش يعني؟ لا احنا اول ولا اخر ناس بحتج، خلي الواحد يكون رايه. بعدين يا ابو الرائد هاي قضيه حساسه بتمسنا كلياتنا. هي من حيث بتمسنا من حيث انه احنا بنسكر دشاشينا وبتنقطع ارزاقنا والاسواق بتصير خاويه. اي انا عارف شو يعني بنحتج ولا بنضرب بس يجي وفد ولا يروح ولا يتقلعط. شو بدي احكي لكم يا جماعه الخير، غشيم طول عمره غشيم، بشوفش ابعد من طراطيف مناخيره. اذا محلك ما سكرتوش بارادتك عشان تعبر عن اللي بداخلك، بكره بيجي مين اللي يسكر لك اياه غصب عنك، وبزتوك بالشارع انا وانت ومنصفي نشحد وميتين من الجوع. لا اسمح لي انا ناصر ابن خالي حكالي انه احتجينا ولا ما احتجينا فيش نتيجه، فقال هو يعني ناصر مش انا انه خلي الموضوع للسياسيين بركدن يعني يكون في نتيجه. احنا إلنا سنين وسنين معطين فرصه للسياسي وعلى الفاضي. شو يعني افهم من كلامك انك في النهايه ما بدك تروح؟ لا كيف بديش اروح؟ هذا موقف وطني، انا ناصر ابن خالي حكالي لازم تكون في المقدمه، بعدين عدم المؤاخذه يعني بعتبره اجازه طالما كل الناس بتطلع على الاحتجاج. لمين بدي افتح القهوه؟ اللي ما بده يشارك هو حر، بس هاي مسألة وطنية وحساسة زي ما قال السيد بكر، ورسالة لكل الناس انه احنا شعب بنطالب في عدالة قضيتنا.
سبحان الله، كل بحسني اني راح اشوفك يا رباب واكحل عيوني في شوفتك. انا كلبي دليلي. وليش حضرتك مش مع الناس؟ ما الاحتجاج رح يبلش خرى شوي. وانا كلك انه ابو رائد بطيش على شبر مي. انا بتفتشي باكل عقلي بشغلات زي هيك؟ انا رجل بحتشم عقلي على عاطفتي مثلك تمام يا رباب. شفتي قديش احنا منسجمين وبيننا انسجام كبير؟ ومين قال لك انه افكاري منسجمه مع افكارك؟ على كل حال انا مسكره المحل وطالعه على الاعتصام. بتصدقي وبتآمني بالله اني حبيت اسوي لك اختبار؟ عاد انا جاي عشان اطلع انا وياك يد بيد على الاعتصام، لانه الاعتصام مهم للشعب وللوطن وللسوق ولمصالحنا جميعا. سبحان مغير الاراء. والله يا ابو الرائد ما على لسانك رباط، ارائك مطاطه. انا يا حبيبتي فاكسيبيليتي الف راء ابو الرائد. يا اخوان وقفتنا الاحتجاجية امام السوق ما بتجيبش فايدة. المفروض نروح نحتاج وين ما هو موجود الوفد الامريكاني. طبعا يا عمي، احنا ما قررنا نطلع عشان ضلنا هون، بدنا ناخذ كل الاحتجاج هذا ونروح على مكاننا. في أخبار وصلتنا أنه الوفد بطريقه للمقاطعة، فلازم نتواجد بكل مداخل المدينة لحتى يشوفوا مظاهراتنا الاحتجاجية كل مكان. معناتها خلينا نمشي لوسط البلد، واكيد في ناس راح تنضم لنا. لو حطوني جوا الفرن، لو حطوني جوا الفرن، ما بقبل صفقة القرن، ما بقبل صفقة القرن. لو حطوني جوا الفرن، لو حطوني جوا الفرن، ما بقبل صفقة القرن، ما بقبل صفقة القرن. يا ترامب ويا جبان، يا ترامب ويا جبان، يا خنزير الأمريكا. يا ترامب اسمع صيحات، ما تشترينا الدولارات، ما تشترينا الدولارات. يا ترامب اسمع صيحات، يا ترامب اسمع صيحات، ما تشترينا الدولارات، ما تشترينا الدولارات. وهي القدس عربية، القدس عربية. يا ترامب يا سفاح، يا ترامب يا سفاح، احنا شعب الكفاح، احنا شعب الكفاح. يا ترامب يا بغرة. الله لا يوفقك يا رباب. انا اصلا ما كنت بدي اطلع. شو هالشغلات، شو بلاني هالبلوى. قال شهبندر التجار طلعت حمار. شو يا حضرة الشرطي؟ نعتبر وقوفك قدامنا منع للاحتجاج؟ يا جماعة احنا مش ضد اي احتجاج سلمي، احنا مع انكم تعبروا عن رأيكم براحتكم، ولكن هذا الشارع موجود فيه بيت سيادة الرئيس، فرجاء من بعد اذنكم غيروا اتجاه مساركم. كل الطرق بتأدي لبيت الرئيس، شو بصير لو تركتوا هالطريق للشعب يعني؟ يا حضرة الصحفي بكر، احنا بنكون بشغلنا زي ما انت بتكون بشغلك في اذاعتك. ايش يعني هذا الحكي؟ نرجع؟ احنا ما بدنا نرجع. خلص يا جماعة، من غير الطريق ومنروح لطريق ثاني. نرجع؟ سلطان احملني لأقول لك. يا ترامب اسمع منيح، يا ترامب اسمع منيح، احنا شعب اقوى من الريح، احنا شعب اقوى من الريح. يا ترامب اسمع منيح، يا ترامب اسمع منيح، احنا شعب اقوى من الريح، احنا شعب اقوى من الريح. ما بنهدى بالمرة، ما بنهدى بالمرة، إلا بالدولة الحرة، إلا بالدولة الحرة. ما بنهدى بالمرة، ما بنهدى بالمرة، إلا بالدولة الحرة، إلا بتحرير فلسطين، إلا بتحرير فلسطين. ولو تشعل أرضي حريق، لو تشعل أرضي حريق، ما بغير الطريق، ما بغير الطريق.
شكلنا اليوم شغلتك وعملتك يا سيادة النقيب. لا أبدا، بس حظ اليوم حلو لأنه أنا الضابط المناوب. وصلنا بلاغات إنه في ناس ماشيين في شارع الوزارات ومقر رئاسة الوزراء. رايحين نحتج هناك، يعني المواطن وين بده يروح يقدم اعتراضه على أي إشي؟ احتجوا براحتكم، ما في عنا أي مشكلة، ولكن اختاروا الأماكن الصح. أفهم من هذا الكلام إنه لازم نغير الطريق ونرجع؟ مزبوط يا حج، لازم تغير الطريق وتختار طريق ثانية. أنا مش فاهم شو هي هالبلد اللي شوارعها مقسمة بين سيادة الرئيس والحكومة. احكي يا أبو فيروز، احكي. لو تشعل أرضي حريق، لو تشعل أرضي حريق، ما بغير الطريق، ما بغير الطريق. يا ترب يا جمال، يا ترب يا جمال، يا خزين الرجال، يا خزين الرجال، يا ترب اسمع صيحات، ما تشتري الدولارات. وبعدين يا جماعة الخير مع هالشغلة، لفينا كل شوارع البلد وما منروح من يوم بوجهنا، والله استويت مش قادر اوقف على اجري. يا إخوان أنا شاعر كل اللي بنعمله على الفاضي. فيش شيء على الفاضي، شو عرفك انت؟ بلكي الوفد الامريكي مرك من هون، ساعتها بنقول له كل رسالتنا. يعطيك العافية رباب، الوطن بده بس شايفك تعبانة. شو رايك اخذك على مطعم جي نلف لنا رغيفين فلافل مع شطة، احسن لنا 100 من الكلة. ابو الرائد مش ناقصتك انت كمان، اطلع من راسي. ما لازم نستسلم، واحنا لحد الان متعاونين، بس اذا لزم الامر لازم نروح للمقاطعة. انا مش عارفة شو هالروح الانهزامية اللي بيناتنا، احنا لازم يكون عنا شوية تمرد اذا لزم الامر. ها هاي الوفد الامريكي جاي يا جماعة، وقفوهم وقفوهم حد الشباب. انزلوا من السيارات بدون شوشرة. مالكم يا جماعة الخير؟ شو المشكلة؟ اسمع، بعد لك إياها لآخر مرة، انزلوا بدون شوشرة. خلي العالم يرفع طلباتهم، خليهم يشوفوا هموم العالم ومصايبهم اللي عايشين فيها. مش حلوة منكم تعملوا هيك. شو هي طلباتكم؟ بدكم تخطفونا؟ احنا مش جايين نخطف حدا، بقول لك لآخر مرة انزلوا بدون شوشرة. وفد مين؟ احنا رايحين نخطب لأخوي العريس. يعني انتوا مش الوفد الامريكي اللي جايين تزوروا البلد؟ يا حبيبي انتوا فاهمين غلط، وبصراحة عطلتونا. حقك على راسي، حقك على راسي. سامحونا يا اخوان، سامحونا. انت العريس؟ اخوه. الف مبروك الف مبروك، ان شاء الله يتهنى يا رب. يا شباب هذا مش الوفد الامريكي، هذه جهة عريس، افتحوا الطريق. يعني هدول مش امريكيين من امريكا؟ لا، بلدي عروحي عزيز، بلدي عروحي عزيز، افتح له وفد العريس، افتح له وفد العريس. بلدي عروحي عزيز، بلدي عروحي عزيز، افتح له وفد العريس.